تخيل لو صحيت بكرة ولقيت نفسك عايش حياة حد تاني، مش حياتك. كل حاجة اتغيرت، شكلك، اسمك، ظروفك، وحتى مشاكلك. هتبقى أسعد ولا هتكتشف إن الحقيقة مختلفة تماماً؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. تخيل لو تقدر تختار تعيش حياة أي شخص نفسك فيه. ممكن تختار نجم عالمي زي كريستيانو رونالدو، أو ممثل ناجح زي محمد رمضان، أو حتى واحد صاحبك دايما شايفه مبسوط ومرتاح وكل حاجة في حياته ماشية صح. الفكرة مغرية جدا، إنك تسيب حياتك بكل تعبها وتبدأ من جديد في حياة شكلها أحسن. بس خلي بالك من كلمة شكلها، لأن إحنا غالباً بنشوف من حياة غيرنا الجزء اللي هم عايزين يوروهولنا بس. تخيل إنك دخلت فعلاً حياة الشخص ده. أول يوم هتتبسط، كل حاجة جديدة ومبهرة، بس مع الوقت هتبدأ تلاحظ حاجات غريبة. الشخص المشهور اللي كنت فاكر حياته مثالية ممكن يكون عايش تحت ضغط رهيب، ناس بتراقبه طول الوقت، مفيش خصوصية، وأي غلطة بيتحاسب عليها قدام العالم كله. حتى كريستيانو رونالدو اللي ناس كتير شايفاه قمة النجاح، عنده ضغط مستمر، لازم يفضل في أفضل مستوى، أي تراجع بيبقى خبر. والشخص اللي تعرفه شخصياً اللي دايماً بيضحك ممكن يكون شايل هموم محدش يعرفها، ممكن يكون بيمر بحاجات صعبة بس مش بيظهرها. وساعتها هتبدأ تفهم إن مفيش حياة كاملة، كل حياة فيها جزء مخفي. عقلك بطبيعته بيقارن، بس مقارنة غير عادلة. انت عارف حياتك من جوه، عارف كل تفاصيلها، الحلو والوحش، لكن حياة غيرك بتشوفها من بره بس. بتشوف الصورة اللي على السوشيال ميديا أو المواقف اللي بيحكيها، لكن مش بتشوف القلق أو الخوف أو اللحظات الصعبة. فبتقارن أسوأ ما فيك بأجمل ما في غيرك، وده بيخلق وهم إن غيرك عايش حياة أفضل. تخيل بقى إنك عشت حياة الشخص ده لفترة كفاية وشفت كل حاجة، الحلو والوحش، وبعدين اتعرض عليك اختيار ترجع لحياتك ولا تكمل مكانه. هتفكر مش بسرعة زي الأول، لأنك دلوقتي فاهم الصورة كاملة، فاهم إن كل حياة ليها تمن وكل اختيار معاه تحديات. ممكن تكتشف إن حياتك رغم عيوبها فيها راحة مش موجودة عند غيرك، فيها تفاصيل صغيرة انت متعود عليها بس غيرك بيتمناها. الحقيقة البسيطة إن كل واحد فينا لو بص لحياته بتركيز هيلاقي فيها حاجات كتير تستاهل. بس احنا بنركز على ايه؟ على اللي ناقص مش اللي موجود. بنعد المشاكل وننسى اللحظات الصغيرة اللي عدت بهدوء، ضحكة، راحة، حد جنبك، يوم عدى من غير وجع. وفي نفس الوقت في ناس تانية ممكن تبص لحياتك انت وتشوفها مثالية، شايفاك عندك حاجات هو مش لاقيها، شايفك عايش حياة هو نفسه فيها. يمكن الفكرة مش إنك تغير حياتك، يمكن الفكرة إنك تشوفها بشكل مختلف. يمكن حياتك مش ناقصة زي ما أنت فاكر، بس أنت اللي مركز على الجزء الغلط. اسأل نفسك بهدوء، لو حد تاني بص لحياتك من بره هيشوفها إزاي؟ وهل ممكن تكون الحياة اللي أنت مش راضي عنها هي نفس الحياة اللي غيرك شايفها حلم؟ ولو كان ده حقيقي، يبقى السؤال الأهم، أنت شايف حياتك بعينك ولا بعين حد تاني؟ ما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة. يمكن السؤال الجاي يغير طريقة تفكيرك أكتر مما تتوقع.